say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم. كيف ما شفتوا النهضة ما بين ترامب وزيلينسكي، وفي البيت الأبيض اليوم تم الاستقبال ديال زيلينسكي بواحد الطريقة اللي كان فيها بزاف ديال الضغط على الرئيس الأوكراني، لأن ترامب قبل ما يدخل الانتخابات اللي نجح فيها ولا رئيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية كان وعد العالم بأن غادي يدخل العالم كامل في واحد السلام تحت السيطرة ديالو، تحت السطوة ديال الولايات المتحدة الأمريكية. هادشي تنشوفو اليوم هو نوع من الضغط اللي تيمارسو حاليا الرئيس الأمريكي على الرئيس الأوكراني من أجل أنه يقبل الشروط اللي بالنسبة لزيلينسكي وبالنسبة للوعود اللي كان هو عطى الشعب ديالو قبل ما يدخلوا في الحرب مخزية، و كما تنقولوا خسر بزاف في هذه الحرب هذه، ومازال غادي يخسر حتى في هذه المفاوضات اللي واقعين دابا. القصة كما تنقولوا سا غومونت ولا ترجع لواحد الزمان طويل، وإنما نحاول أنني نختصر لكم بالضبط شنو وقع ما بين أوكرانيا، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. قبل من الانتخابات ولا قبل كاع فين ما طلع في الوقيته اللي كان طلع فيها جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، كان وقع أنه بدا تيفتش على أدلة في المنزل ديال ترامب من أجل الإدانة ديالو في علاقته مع روسيا، لأن ترامب كان دائما عنده علاقات وطيدة وعلاقات حميمية مع روسيا، خصوصا مع بوتين. عندهم علاقات مزيانين. دونك جو بايدن كان عارف باللي هذا اللي بالنسبة ليه جو بايدن الروس هما أكبر خطر بالنسبة ليه في هذا العالم هذا. ترامب لا، ترامب تيقول لهم الخطر اللي يقدر يكون على the free world أو العالم الحر هو الصين، وبالتالي روسيا ماشي هي المشكل وبوتين ماشي هو المشكل. دونك كان دائما تيحاول انه يدافع على بوتين، وفي كانت الخرجات ديالو تيقول باللي بوتين رجل قوي ورجل يمكن اننا نعتمدوا عليه اللي نقدروا اننا ندخلوا معاه في تحالفات. الحلف ولا الاتجاه ديال بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية تيمشيو بأنه بوتين انسان اللي ما يمكنناش نثيقوا فيه وانسان ما يمكنناش نديروا يدينا في يده. داكشي علاش يفو لو ديتروير، يعني خاصنا نساليو مع الاسطوره ديال بوتين ونساليو مع الاسطوره نتاع روسيا الاتحاديه اللي تترجعهم لذاك الوقيته ديال الحرب البارده مع الاتحاد السوفيتي. ترامب ما لقاو حتى شي ادله تدينو في الارشيف ديالو، ما قدروش انهم يساليو معه انتخابيا في امريكان. دونك ولا عنده بوفوار وقدر انه يربح هاد الانتخابات الاخرى، وبين باللي هو انسان اللي يقدروا يعتمدوا عليه الامريكيين. وكان مجموعه ديال الوعود اللي عطى، ومن ضمنها انه يسالي هذه الحرب اللي كاينه في اوكرانيا حاليا، لانه بالنسبه ليه ماشي في الصالح ديال الولايات المتحده الامريكيه. ثاني حاجه واللي هي مهمه هي مساله المعادن اللي كاينه في اوكرانيا. ترامب فين تيهضر تيقول باللي الفلوس اللي تعطات من الامريكان او الدعم اللي كان تيتصيفط من الامريكان لاوكرانيا من اجل محاربه الروس
في هذيك الفلوس وهذاك الشيء، داك الاسلحه اللي كانت تتصيفط وداك الدعم كامل، فهو عباره عن قروض. وهذا الشيء اللي غادي فيه زيلينسكي بتاتا، وغيقول باللي حنايا راه ما تيسالوا الامريكان حتى شي حاجه، لان في الاول وفي الاخر هذاك الشيء اللي كانوا تيعطيونا لنا كهدايا كوم دي دون. وهذا الشيء تنعرفوا حنا كاملين الا زيلينسكي، لانه واحد اللي كان ممثل ورجع رئيس دوله، دونك ما فاهمش التوازنات السياسيه كيفاش يوقعوا، وما فاهمش في السياسه شنو واقع فيها. في السياسه ما كاينش شي حاجه سميتها دي دون، ما كاينش شي حاجه سميتها هبه، ما كاينش شي حاجه تتعطى لله. اي حاجه تتعطى والا غادي يكون عندها مقابل معين، اما تعطيه داك الساعه ولا تعطيه من بعد. الولايات المتحده الامريكيه في كانت تقدم الدعم ديالها لاوكرانيا، فراه ما كانش تقدموا لله ولا غير هكاك ولا هاك سير عيش، لا، داكشي كان تيتعطى لان غادي يكون موراه واحد المجموعه ديال الامور اللي اوكرانيا غادي خصها تعطيها الامريكان من بعد. اللي واقع دابا حاليا هو ان ترامب جا قال له سيدي خصنا نديروا المعاهده ديال السلام، خاصنا يعني تيهضر معاه بصفه الامر. وهذا الشيء اللي ما يعجبش زيلينسكي، وغيقول له باللي نتايا بغيتي تولي رئيس الدوله ديالنا، ودابا راه المفاوضات خصها تكون ما بين الامريكان، ما بين نورمالمون ما بين روسيا واوكرانيا، ماشي ما بين الامريكان واوكرانيا وروسيا. وهذا الشيء اللي غادي يغضب حتى ترامب، لان ترامب بالنسبه ليه هذا الشيء مفروغ منه. اوكرانيا خاصها تخضع لداك الشيء غيقول لها ترامب، القوه اللي هي تدعمه. دونك هنايا غادي يوقع المشكل، وغادي يدخلوا في مشاحنات اللي شفتوا دابا، وكانوا مشاحنات وحدين اخرين. نورمالمون كان خصو يدخل في واحد المفاوضات ديال 4 سوايع ولا اكثر، ولا مينيموم واحد 3 سوايع ديال النقاش في البيت الابيض مع الرئيس الامريكي، الا انه غادي يتم الطرد ديالو. سي نيوز تتقول باللي تم الطرد ديالو، طلبوا منه يغادر البيت الابيض وخرجوه من السجن، خرجوه من واحد الباب خلفيه ماشي من الباب الرئيسيه. وهذا الشيء تيبين باللي قالوا، وحتى الفكره اللي موراها هو ان فين قالوا له خرج البيت الابيض، قالوا له ما ترجع للبيت الابيض حتى تكون مستعد انك دير السلام. وهذا الشيء غادي يبين لكم، وغادي يبانوا هاد الحقائق قريبا. هو ان الولايات المتحده الامريكيه هي اللي كانت تدعم، ولا هي اللي كانت مطوله الامد ديال هذه الحرب هذه اللي دامت تقريبا دابا هذه 4 سنين منذ اعتلاء جو بايدن سدة الحكم. دابا هذه تقريبا السنه الخامسه غادي يتسالى هذه الحرب هذه قريبا. والمشكل هو انه دابا فين كان بالامكان ديال زيلينسكي انه يتفاوض حول واحد المسائل من اجل ربح مجموعه من المكاسب للشعب ديالو، الا كمل دابا في هذه الوتيره هذه وامريكا تراجعت على داك الدعم اللي كانت تعطي لاوكرانيا، اكيد اوكرانيا غادي تسالي الحرب ديالها من بعد واحد 2 سيمانات ولا 3، وروسيا تقدر تدخل على اوكرانيا باكملها. الا انه حنا متاكدين باللي ترامب راه ما باغيش اوكرانيا تطيح في يد الروس. اوكرانيا ما غادي تمشيش كامله لروسيا، اوكرانيا غادي يتم التقسيم ديالها، وغادي يتم التقسيم ديال الثروات ديالها حسب الناس سولون شحال من واحد دعم اوكرانيا في ذاك المرحله. يعني الدعم ديالو شحال كان بالنسب، كما تنقولوا مثلا الا كانت امريكا تعطي 80% ديال النسب ديال الدعم، وفرنسا مثلا تعطي واحد 10% ولا 5%، ولونجلتير تعطي واحد 10% ولا كذا في الارباح ديالهم. كذلك من داك هذاك التقسيم ديال الثروات نتاع اوكرانيا غيكون سولون كل واحد والنسبه شحال كان تعطي. دابا حاليا في الميديا فرونسيز تيهضروا على هذا الموضوع ديال المعادن، وباللي فرنسا راه والاتحاد الاوروبي راهم محتاجين مجموعه ديال المواد الاوليه اللي كاينه في اوكرانيا، وتينيغوسيو حتى هما فيها. ودابا تيقول لا حنايا ما غاديش نحيدوا الدعم وكذا وكذا، وانما اكيد في تيقول ترامب شي حاجه والقوه العظمى اللي هي امريكا غتقول شي حاجه، اكيد الاخرين غادي يتبعوا الخط، والا غادي يطيح عليهم حتى هما نفس العقوبات اللي غتطبق على اوكرانيا حاليا. هذا الشيء لا يبشر بالخير بالنسبه لزيلينسكي وبالنسبه للناس اللي ناضلوا في هذه البلاد هذه من اجل انها ما تحتلش وما انها الروس ما ياخذوهاش. ما عرفتش شنو يقدر يوقع منا في القريب العاجل، وانما اكيد
زيلينسكي غادي يضرب راسو مع الحيط، غادي يطيح في مشاكل كبار مع روسيا، يقدروا انهم يدخلوا عليهم مزيان ولا كذا، ولا انهم الى مشات تراجعت لوجيستيكمون لي زيتازوني من الناحيه ديال الدعم اللوجيستيكي والدعم ديال الاكس ستارلينكس اللي تعطيهم الاحداثيات وكيفاش يقدروا الملاحه الجويه العسكريه في اوكرانيا. الى ترامب وصل انه يغضب على زيلينسكي، وصل انه عرف بلي ما يمكنش يفهم، غادي يخلي الرواسا يديروا فيما بغاو، وفين غادي يتحاز للطرف غادي يرجع عند لي زيتازوني من انه يطلب مفاوضات وحده اخرى، وإلا جا هاد المره غادي يجي براسو محني ماشي براسو مرفوع. الا طاح في هاد الفخ هذا يقدر انه ما يعرفش ينيغوسي، ولا ما يعرفش ينيغوسي يقدروا يديو له كلشي. المهم تنتمنى ان هذا الفيديو عجبكم، الى عجبكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك وشي كومونتير زوين، وتحيه لكم، عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد.